ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. الأهلي يا جماعة، النادي الأهلي المصري. النادي الأهلي ده حالة. عارفين يعني ايه حالة؟ يعني فعلا فعلا حقيقة والله، مع احترامي لكل الأندية، سواء بقى زمالك، إسماعيلي، مصري، مش عارف مين، بطيخ، أي نادي في الدنيا. بس فعلا يا جماعة، اللي ما شجعش النادي الأهلي أو اللي ما بيشجعش النادي الأهلي، أو اللي ما عندوش نية او محبه لكيان عظيم زي كيان النادي الاهلي، فعلا فايته كتير جدا جدا جدا. النادي الاهلي بيسطر حاله من الحالات الجميله، اللي دمها خفيف، اللطيفه الظريفه في كره القدم. هتقول لي ازاي الموضوع الكلام ده يعني مبني على ايه؟ هو مبني على حاجات كتيرة عامة يعني، بس انا هقتطف بس يعني ايه في اخر كام ساعة كده، كام حدث حصلوا هيبين لك ان النادي الاهلي ده فعلا يستحق ان هو يكون له جماهير بالملايين. وكان الله في عون جماهير الانديه الاخرى، يعني كان الله في عون الناس اللي بتشجع الانديه التانيه. النادي الاهلي كان عمل حاله سطلانه لو تفتكروا قبل كده، لما كان فاز وطلع سطلانه. اوه سطلانه، فاكرين طبعا النجم العالمي، المطرب المشهور اللولبي، الفظيع المريع طاهر محمد طاهر طبعا، وهو متصدر المشهد وبيتكلم بقى وبيغني، وحاله حاله أغنية عابرة، عبر بها النادي الأهلي على فوزه بالبطولة، وكان منظر جميل. بعديها استضافوا كل الناس القائمين على الأغنية، يعني استضافوا المؤلف، بقت ترند الأغنية، بقت محدش كان عارفها أصلا، يعني محدش كان عارف إيه سطلانة دي. أغنية سطلانة بقت ترند بعد ما طاهر محمد طاهر هو ورفاقه غنوها في الممر الشرف وهم طالعين من الاستاد. استضافوا المخرج والمؤلف والمنتج والملحن والموزع والمسجل والصوت، وكل الناس بقت ترند بناء على الأغنية، وبناء عليها في مطربين تانيين يعني بقوا نجوم عشان استخدموا الأغنية بعد ما النادي الأهلي استخدمها وجماهير النادي الأهلي استخدمتها، بقت حالة. من كام يوم تقريبا، امبارح او اول امبارح، منتخب عمان الشقيق فاز على المنتخب السعودي في خليجي. وبعد ما فاز وطالع في الممر الشرفي من غرفة خلع الملابس، تفاجأنا بالمنتخب العماني بيغني اوه سطلانة سطلانة لنا سطلان. انا الله الوكيل ما كنت اعرف يعني ايه سطلان، ولا سمعت عن سطلان، ولا افهم يعني ايه سطلانة، غير لما الاهلي خلاها حالة، بقت ماركة مسجلة، وبقت حاجة معتمدة، وبقت ختم من أختام العالمية والشهرة، لدرجة إن منتخب زي منتخب عمان استدعى روح الأهلي الجميل، الأهلي اللي بالنسبة لي جماهيره بيعني فعلا بيعني الحياة. أنا بهنئ كل أهلاوي، وبهنئ كل واحد بيشجع النادي الأهلي. فعلا يا جماعة انتوا في حالة وفي نعمة غيركوا، يعني ناس كتير جدا يعني مفتقدينها. غناها منتخب عمان، غنى اغنية سطلانة وهو طالع، وبرضه بنفس الكاسيت وبنفس الجي بي ال وبنفس السماعات، ويعني كان ناقص بس ايه، الصور متغيرة، بدل طاهر محمد طاهر وبدل الناس ديت يعني اشكال منتخب عمان. سطر حالة، وبعد ما سطر الحالة ديت وعرضها طبعا الإعلام القدير الكابتن محمد شبانة المتخصص في قصف جبهات الآخرين. محمد شبانة بيتكلم على ماتش بيراميدز مع الترجي تقريبا، والمفروض ان بيراميدز يفوز، بس الماتش هيبقى صعب على بيراميدز وهيبقى يعني تقيل. فالقدير محمد شبانة اللي انا بحبه جدا على المستوى الشخصي على فكره، وبتجمعنا علاقه قويه جدا، علاقه صداقه وعلاقه شخصيه، وانا باكن له كل تقدير واحترام بصراحه. ويمكن هو كان طلبني في البرنامج اطلع معاه كام مره، بس انا بصراحه ما كنتش فاضي، يعني كان ورايا كام مشوار كده وما فضيتش يعني. فانا مش يعني من خلال الفيديو ده مش عايزه يزعل مني، وان شاء الله هنتقابل قريب. الكابتن محمد شبانة يا اخوانا طلع
بقصف جبهة من العيار الثقيل اللي هي بتيجي في منتصف الجبهة. فقال يا فريق بيراميدز، يا نادي بيراميدز، انت ما تحطش في بالك ان في حاجة صعبة، انت تقدر تفوز على الترجي يا اخي. يا اخي بص، يعني انت عندك يأس. طب اقول لك على حاجة حلوة، ده كلام محمد شبان. طب اقول لك على حاجة حلوة، استدعي روح الاهلي، استدعي يا اخي روح الاهلي يا اخي. يا اخي كده حس كده ان انت كاهلي يا اخي، اللي هو كان بيرفع دماغه كده بيلعب افريقيا. الاهلي كان بيتغلب من الترجي هناك، او بيتغلب من الترجي هنا ويروح يفوز عليه هناك بروح الاهلي. فانت يا فريق بيراميدز ويا لعيبه بيراميدز، استدعوا روح الاهلي. قصف في منتصف الجبهه، الله الوكيل ولا في قناص يقدر يعني يقصف القصفه اللي قصفها محمد شبان. شابوه محمد شبان، اقسم بالله شابوه بجد في منتصف الجبهه. احنا يعني الاهلي حاله، والاهلي جميل، والاهلي كيان، ويا بخته، ويا بخته اللي بيشجع الاهلي واللي طلع بيشجع الاهلي. اما الاخرين او الاخرون فتبا لهم جميعا. كان الله في العون. كل سنه وانتم طيبين.